السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خويا خيتي المتقاعدين والمتقاعدات. ربي يحفظكم كامل وين ما تكونوا. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف، وكما عودتكم ديما نجيكم بالمعلومة الأكيدة. التأمين السنوي وزيادات المتقاعدين. أقبل ما نبدي الفيديو صلوا على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أول حاجة نفكركم بلي التأمين السنوي راه قرار رسمي يتعاود كل عام، والهدف منه هو تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ومواكبة غلاء المعيشة هذه السنة. والتثمين راه بين 6% و10% على حسب الشرائح. يعني واحد كان يدي 20,000 دينار جزائري يولي يدي بين 25,000 دينار جزائري و28,000 دينار جزائري تقريبا. هما المتقاعدين العسكريين كامل الناس راهي تسقسي على هذه الفئة. نقول لكم بلي الزيادات تشملهم هما تاني ماشي غير المدنيين وحتى جنود الاستبقاء والمحاربين تاع العشية السوداء اللي عانوا بزاف في سنوات الجنگ. الدولة راهي ما نساتهمش، بالعكس كاين ملفات راهي تتساوى بالتدريج باش المنح تاعهم تتحسن ويستفادوا من نفس الزيادات. وأبناء الشهداء والمجاهدين هادو عندهم امتيازات خاصة من قبل، بصح السنة راهي كاين قرارات باش يدخلوهم زيادات في المنح والمعاشات والزيادات على التأمين السنوي. يعني كل عام يجيهم تأمين كما باقي المتقاعدين وزيد قرارات خاصة بهم. أما فئة الأرامل والمتقاعدين والأرامل الشهداء المنح تاعهم تتحرك مع التأمين السنوي وما يبقاوش مستثنين. يعني كي يجي تأمين 6% ولا 10%، حتى الأرامل يجيهم الزيادة ما يتقصاوش من هذا التأمين السنوي. واش من الوقت تدخل هذه الزيادات؟ غالبا تدخل بأوت ولا سبتمبر، وبيعة الرجعي من بداية السنة كما عودتنا الحكومة من قبل. يعني واحد يزيدوله 2000 دينار في المعاش الشهري يرجع له حقه على 8 شهور ولا 9 شهور دفعة واحدة، وتجيه فرحة كبيرة. بالأرقام اللي معاشه أقل من 20,000 دينار جزائري يأخذ نسبة تأمين أكبر، يعني 10%. واللي معاش متوسط بين 20 و40 ألف دينار جزائري يستفاد بنسبة 7% تقريبا. واللي فوق 40 ألف دينار جزائري يستفاد من تأمين سنوي قدره 6% وعلى شهر، باش التوازن يكون موجود والناس ضعاف يستفادوا أكثر. ونرجع نحكو على محاربي العشية السوداء والناس يشاركوا في الدفاع على الوطن في التسعينات. هادو كانوا مهمشين شوية، بصح كاين أخبار قوية بلي راهي ملفاتهم تتساوى والمنح تاعهم تدخل في نظام التأمين كما باقي المتقاعدين. أما بالنسبة لجنود الاستبقاء كامل الناس راهي تسقسي على هذه الفئة، ونقولكم بلي القرار الرسمي عطاهم الحق باش يكون عندهم نفس الاستفادة من الزيادات سواء في التثمين ولا في المنح الخاصة. وهاد الزيادات ماشي حاجة صغيرة، راهي مهمة بزاف، وخاصة مع غلاء الأسعار، السكر الزيت الخضر والفواكه وكل شي طالع. وبالتالي هاد التثمين والزيادات يجوا على الأقل باش يداويو شوية من الجرح ويعاونوا المتقاعدين يعيشوا بكرامة. نخليكم مثال حي. متقاعد عسكري كاين يدي 40 ألف دينار جزائري، بالزيادة تاع 7% يولي يدي حوالي 48 ألف دينار جزائري. أرملة كانت تدي 18 ألف دينار جزائري، بالزيادة تاع 10% تولي تدي 20 ألف دينار جزائري. ومجاهد معاشو 50 ألف دينار جزائري يزيدلو 6% يولي يدي حوالي 54 ألف دينار جزائري. واش معناها؟ هل معناها هاد الزيادات راهي ملموسة ورايحة تحسن الوضعية شوية بشوية. وزيد نأكد لكم بلي الزيادات رسمية ماشي وعود كاذبة ولا فارغة، وعندها تاريخ دخول ومعها أثر رجعي. يعني الفلوس تجيكم دفعة واحدة وتزيدوا عليها الشهرية. وفي الأخير نحب نقول لكم كلمة حق: المتقاعد سواء مدني ولا عسكري، سواء أرملة ولا ابن شهيد أو مجاهد ولا محارب العشية السوداء، كامل تستاهلوا التكريم، والدولة واجب عليها تعطيكم حقكم. وإن شاء الله تكون زيادات كامل في المعاشات تاعكم.